دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده عجينه البيتزا. معانا كيلو الا ربع من الدقيق، معانا نص كوبايه من الزيت، معانا علبتين زبادي، كوبايه لبن، كيس خميره فوريه، معانا معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره لبن بودره، نص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه ذره ملح. واللي حاب يستبدل يشيل البودر بيشيله، واللي حاب يشيل الحليب ويعجن بميه يعجن. فاحنا هنحط الحليب وعلى قد ما نعوز من الميه هناخد كل دقيق حسب استخدام، حسب السوائل اللي هو بيعوزها. اهو يا حبايب قلبي هنزل بالخميره على الدقيق، وهنزل بالبيكنج باودر والسكر والملح واللبن البودره بالمواد الجافه كلها على بعض، هنقلبهم تقليبه مع بعض. وبعد كده بالزبادي هنزل بعلبتين الزبادي اهوت، هننزل بالزيت نص كوبايه من الزيت، هدوم تقليبه مع بعض. هننزل بشويه ميه معاهم، ونزلت بنص كوبايه من اللبن. هقلبهم كلهم مع بعض اهو. هنزل بالميه عشان اكمل العجينه تتعجن. حاول ندمج المكونات كلها مع بعضيها. انتي بتحطي الماده السائله بتاعتك على قد ما العجينه بتاخد معاكي، على قد ما الدقيق عندك بياخد، لان بيختلف من دقيق لدقيق حسب نوع الدقيق معاكي. كده العجينه لغايه لما تحس ان ملمسها بقى ناعم معاكي تحت ايديكي. اهو يا حبايب قلبي العجينه بعد ما خلصت عجينه هي، وخدت نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه او كوبايه الا ربع من الميه. ده الدقيق بتاعنا اللي استخدمناه مع الدقيق بتاعنا المكونات بتاعتنا. هنسيبها تخمر حوالي نص ساعه وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو يا حبايب قلبي على بال ما عجينه البيتزا بتاعتنا تخمر هنعمل مع بعض الصلصه. عملنا حوالي نص كيلو طماطم اهوت، قطعناه اهوت، وعليه بصله صغيره، وهنحط عليه حوالي 10 فصوص توم، وهنسيب الطماطم بتاعتنا تستوي كده على النشف كده. هنحط لها بس شويه ميه صغيرين على بال ما تستوي، وبعد كده نضربها في الخلاط ونحط البهار بتاعتها. هنحط لها شويه ميه اهوت، ربع كوبايه بس من الميه كده، وهي هتنزل ميتها وهتستوي مع البصل مع الثوم على بال ما البيتزا بتاعتنا تخمر. وكده نبقى عملنا الصلصه على بال ما العجينه تخمر معانا. العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت هنقطعها على قطعتين اهو. اهي الكيلو الا ربع عمل معانا القطعه ديت الكره ديت. هنعمل مع بعض القطعه التانية اهو. يا حبايبي هنسيبهم حوالي 10 دقايق بس علشان يخمروا بس في الصينيه، عشان يبقوا سهلين في الفرد معانا. 10 دقايق بس. طبعا اهو يا حبايبي قلبي الصلصه بتاعتنا هي اتسوت اهي كويس اهي. حطينا البهار بتاعها حسب ما انت بتحبيه، كمون، فلفل اسمر، والملح، والسبع بهارات، وخلاص على كده هنضربها في الخلاط
نحط عليها معلقه صلصه كده، اصبحت صلصه البيتزا معانا جاهزه. اهو يا حبايبي قلبي الصلصه بتاعتنا بعد ما ضربناها في الخلاط نحط عليها معلقه صلصه. اهو يا حبايبي هنشوف هنعمل ايه معاها. بعد ما العجينه بتاعتنا خمرت اهي هنفردها في الصينيه اهو. لما سيبناها تريح حوالي 10 دقايق كده من السهل ان هي تتفرد معانا. اهو يا حبيبي هنفردها في الصينيه اهي، نفرد فيها اهي. اهو يا حبايبي قلبي بعد ما خلصت الصينيه ديت هدخلها الفرن لحد لما تبدا تاخد لون. قبل ما اطلعها تحت الشوايه هبدا احط الجبنه عليها عشان ايه، انا عايزه المطه بتاعت الجبنه. اهو يا حبايب قلبي بعد ما خلصناها هي هنحطها على الشبكه على الرف الوسطاني الاوسط على درجه حراره 200 ونشوف هنسيبها مع بعض على قد ما تقعد بقى. طبعا اهو يا حبايب قلبي عاد لما ابتدت تاخد لون من تحت اهي تتلون معانا اهي هنحطها فين تحت الشوايه. بس هنبدا نحط عليها الجبنه الاول اهو. هنشعلها كلها الجبنه هي عاد لما تبتدي تاخد لون معانا تتلون. بس هي خدت حوالي نص ساعه على الشبكه على الرف الاوسط. اهي يا حبايبي هنبدا نحطها بقى تحت الشوايه عاد بس لما الجبنه بس تبدا تاخد لون اللون اللي هو الاصفر يا دوب تاخد لون اصفر كده هنطفي عنها على طول. اهي يا حبايبي اهو يا حبايبي قلب الصينيه التانيه اهي هنبدا نفرد فيها. هي رخرة حطينا الاولانيه في الفرن هنبدا نفرد في ديت. كل ما بتسيب العجينه تريح كل ما بتفرد معاكي بسهوله. نهاية حبايبي هننزل بالصلصة عليها هي. يا حبايبي يلا هننزل بالشوكة اهوت نخرمها كلها هي. اللي حابب يعمل الخطوة دي يعملها، انا مش عملت في الاولانية عادي نعمل في التانية، ممكن انت مش تعمليها خالص. بعد كده تنزل الصلصة اهو. توزع الصلصة عليها كلها هي.
كويس خالص اهي. هنحرفه على كل حته اهي. دي هنعملها بالخضار، دي عملناها باللحمه، دي هنعملها بالخضار. اللي حابب يعمل كده يعمل. الحشو دي حسب ذوقك انت، حسب ما انت بتحبي تعمليها اهي. هننزل بالزيتون، ننزل بالفلفل الاخضر اهو، ده هنكتر على الخضار شويه عشان دي بالخضار بس. هننزل شرايح الطماطم برضو، شرايح الطماطم حسب ما انت حابه تقطعيها، حابه تقطعيها حلقات بتقطعيها، حابه تقطعيها كده بتقطعيها. توزع الحشو عليها كلها كويس اهو. هنزل باقي الفلفل الاخضر اهو. زي ما قلت انا مش بنزل بالجبنه الا بعد لما تاخد لون من فوق وهي داخله تحت الشوايه، عشان انا عايزه المطه بتاعت الجبنه تفضل في البيتزا تبقى ظاهره فيها. يا حبيبي طبعا وهي حبيبي قلبي البيتزا بتاعتنا هي استوت اهي، خدت لون اهي من فوق اهي واستوت اهي اهي حبايبي. دي شكل اهي يا دوب هتاخد اللون، وبعد كده بنروح جايين مطلعينها على طول اهو. نفتحها مع بعض ونشوفها. بالقطعات التقطيع اللي انت حابيها. اهو يا حبايب قلبي، حاول نطلعها اهيت عشان سخنه بس مولعه نور اهي. اهي حبايبي اهي شكل اهي مع بعض اهي اهي. نطلع كمان خرطه تانية اهو اهي حبايبي اهيت. حاول نشوف نقطه الجبنه فيها اهي اهيت. مش مستحملاها عشان سخنه بس لسه طالعه من الفرن اهي اهي يا حبايبي اهيت. عشان سيبناها بس ايه يا دوب هتاخد لون بس، هتلاقي الجبنه بتمط معانا اهي وعامله مطه اهيت اهي يا حبايبي. واتمنى ان شاء الله تجربوها، واتمنى تعجبكم، واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.